ملامحها البريئة وجمالها الساحر وخجلها الزايد وكمان إطلالتها الأنثوية ساعدوها من إنها تجتاح كافة الأدوار السينمائية بجدارة، تتصدر نجمات جيلها وتبقى ميرفت أمين أيقونة في الجمال والتمثيل. اسمها ميرفت مصطفى أمين، اتولدت في يوم 24 نوفمبر سنة 1946 في محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، واتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس. وقالت إنها دخلت مجال الفن بالصدفة لأنها كانت في مدارس إنجليزية، وعرض عليها واحد من قرايبها إنها تروح معاه استوديو جلال علشان تشوف إزاي بيصوروا الأفلام السينمائية، فراحت معاه علشان تشوف رشدي أباظة ومحمود المليجي وأحمد رمزي وشريفة ماهر. ولما أحمد رمزي بدأ الدخول في فيلم جديد افتكرها وعرض الموضوع على والدها فوافق على أساس إنها تمثل في الفيلم ده وبس. لكن بدايتها كانت الطريق اللي فضلت مكملة فيه لحد النهاردة. وبالرغم من تألقها في السينما، لكن كانت حياتها الشخصية فيها صعوبات كتيرة. الفنانة ميرفت أمين اتجوزت 6 مرات، كان أولها من المطرب السوري موفق بهجت سنة 1970، وقالت إنها ندمانة جدا على الجوازة دي علشان كانت صغيرة في السن وقتها، وعلى الرغم من معارضة والدها ووالدتها بمعارضة شديدة جدا إلا إنها صممت على خوض التجربة دي، واللي كانت مفيهاش أي نوع أو أي أمل في إنهم يتفاهموا مع بعض بحسب تعبيرها. واتجوزت من عازف الجيتار المشهور عمر خورشيد، لكن اتطلقوا بعد ما اتأكدت من إنه على علاقة في نفس الوقت اللي كان معاها فيه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق. واتجوزت من رجل الأعمال السويسي مصطفى السيد، لكنها حست بإنه عاوز يستغلها بعد ما طلب منها إن هو يكون مدير أعمالها، فرفضت واتطلقت منه. وكان أطول جوازاتها نسبيا من الفنان حسين فهمي، وانجبت منه بنتها منة الله، لكن بعد كده برضه اتطلقت، وكانت دايما بترفض لقب الزوجة السابقة لحسين فهمي. وقالت إنه على عكس الشائع إنها شكلت الثنائي الأروع مع حسين فهمي، قالت لأ، كان الثنائي الأروع بالنسبة لي مع نور الشريف. وقالت إنها ارتبطت بيه فنيا بعد ما قدمت معاه 27 فيلم ومسلسل واحد. تعتبر الفنانة ميرفت أمين محظوظة فنيا لأنها وقفت في بداية حياتها قدام قامات فنية كبيرة، وده ساعد في شهرتها بشكل سريع. على سبيل المثال وقفت قدام عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة سنة 1968، وشاركت الفنان رشدي أباظة وفريد الأطرش وفريد شوقي وأحمد رمزي في أعمال سينمائية مهمة، ومثلت حوالي 120 فيلم بيغلب على موضوعاتها تنوع الأفكار وجراءة المحتوى. ومن ضمن المواقف اللي حصلت في حياة الفنانة ميرفت أمين وتركت فيها أثر كبير من الحزن والأسى، جمعتها علاقة صداقة قوية مع دلال عبد العزيز والنجمة رجاء الجداوي، وتعمقت العلاقة دي بعد سنة 2000، والتلات نجمات حرصوا إن هم يحضروا مع بعض كل المناسبات الاجتماعية. وفي 5 يوليو 2020 أطلقت ميرفت أمين صدمة كبيرة بعد ما رحلت صديقتها المقربة رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس كورونا. وفي 7 أغسطس 2021 رحلت برضو الفنانة دلال عبد العزيز. ووفاة صديقتها أثروا على ميرفت أمين تأثير كبير وخلاها تعيش في حالة من العزلة لفترة طويلة، لكن وجود بنتها جنبها ساعدها كتير إنها تتجاوز الأزمة دي اللي غيرت نظرتها للحياة.